في زمن السرعة كل حاجة بقت مستعجلة، نركب المواصلات بسرعة، ناكل بسرعة، حتى الكلام بقينا نقوله بسرعة. بس في وسط ده كله في سؤال مهم: هل السرعة دي فعلا بتخلينا نعيش، ولا هي اللي بتسرق حياتنا من غير ما ناخد بالنا؟ وهنا بيظهر مفهوم جميل: الحياة البطيئة. الحياة البطيئة مش كسل، ولا هي انسحاب من الدنيا، لكن معناها إننا نعيش اللحظة، نستمتع بيها، ونفهم قيمتها قبل ما تعدي. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار بيتعاقبوا ببطء عشان نفهم إن كل وقت ليه قيمته. ومهم نفهم إن البطء الواعي غير الكسل. الكسل ضعف وهروب، أما البطء وعي واختيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. يعني التمهل والهدوء بركة، والعجلة بتجيب ندم. المجتمع علمنا إن النجاح مربوط بسرعة: ادرس بسرعة، اشتغل بسرعة، اتجوز بسرعة حتى لو مش مستمتع. لكن القرآن بيقول: خلق الإنسان من عجل. العجلة طبيعة فينا، لكن المؤمن لازم يتغلب عليها بالوعي. والحياة البطيئة ليها فوائد عظيمة. رقم 1: تركيز وإبداع، وده لأن الهدوء بيخلي العقل يلقط التفاصيل الصغيرة. رقم 2: راحة نفسية، لأن القلب محتاج سكينة مش ضوضاء. رقم 3: علاقات أقوى، لما تسمع غيرك باهتمام هتحس بفرق كبير جدا. رقم 4: معنى أعمق للحياة، علشان لما تبطأ هتكتشف إن جمال الحاجات الصغيرة ما كنتش واخد بالك منه. قال الإمام علي رضي الله عنه: ثمرة التروي السلامة، ثمرة العجلة الندامة. جملة بتلخص المعنى كله. وخلينا نشوف أمثلة من تراثنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدأ الناس في كلامه، وابن سينا كتب كتبه العظيمة بعد سنين من التأمل والدراسة. العظمة عمرها ما كانت نتيجة استعجال، دايما ثمرة صبر وتأني. طيب إزاي نعيش البطء ده بشكل عملي؟ لما تاكل كل على مهلك واذكر اسم الله، ولما تمشي استشعر نعمة المشي وتأمل. خصص وقت للقرآن، اقرأ على مهل، تدبر، مش مجرد سرعة في التلاوة وخلاص. وجرب تخلي ساعة في يومك بعيد عن الموبايل، عيش مع نفسك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والدوام محتاج بطء ومحتاج صبر. كل العبادات في الإسلام فيها دعوة للهدوء. الصلاة 5 مرات في اليوم، لحظة توقف وسط الدوشة. والصوم بيعلمنا الصبر والتمهل، التحكم في النفس كمان. والحج رحلة طويلة محتاجة صبر وبطء في المناسك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. السكينة والبطء طريق يوصل لرضا ربنا. الحياة مش سباق، مش اللي يوصل للأول هو الأسعد. الحياة رحلة، كل لحظة فيها غالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللي يعيش بسرعة ممكن يخسرهم، لكن اللي يعيش بهدوء هيعرف يستغلهم صح. يمكن السر مش إننا نعيش أسرع، لكن السر إننا نعيش أعمق وأقرب إلى الله. لو انتوا على قناة اليوتيوب ما تنسوش تشتركوا وفعلوا الجرس كمان. ولو انتوا على فيسبوك أو انستجرام تابعونا.